هل سمعت قبل كده عن أسطورة مرعبة تخليك تفكر مرتين قبل ما تنام؟ أو عن كائنات غامضة بتعيش في أماكن محدش يجرؤ يقرب منها؟ النهاردة بنبدأ معاكم سلسلة جديدة ومثيرة جدا، أشهر أساطير العالم. كل حلقة هتاخدكم في رحلة لحكايات مرعبة وألغاز محيرة من كل دولة حوالين الكوكب. حكايات عن وحوش بحرية بتبتلع السفن، مخلوقات بتعيش في الصحاري، وكنوز ملعونة بتخفي أسرار تقشعر لها الأبدان. ما تخليش الفضول يوقف عندك. لو عايز تعرف أكتر عن عالم مليان أساطير وغموض، اشترك حالا في القناة وفعل الجرس عشان المغامرة لسه في أولها. والآن استعد، رحلتنا إلى عالم الأساطير تبدأ دلوقتي. النداهة بيقولوا في القرى زمان كان في حكاية بتخلي كل الناس تخاف يخرجوا من بيوتهم بالليل. الحكاية عن النداهة، الست الغامضة اللي محدش عارف هي مين ولا ايه قصتها، بس معروف عنها إنها بتظهر في الأماكن الهادية واللي حوالين الترع أو الحقول. الحكاية بتبدأ لما حد يسمع صوت بينادي عليه باسمه، صوت ناعم وجميل جدا، زي ما يكون حد عزيز عليه بينادي من بعيد. اللي يسمع الصوت ده بيحس إن في حاجة غريبة بتشده، كأنه مسحور ومش قادر يقاوم، وبيمشي ورا الصوت من غير ما يبص وراه أو يسأل نفسه هو رايح فين. لكن المشكلة إن اللي بيمشي ورا النداهة ما بيرجعش تاني. في ناس قالوا إن النداهة بتاخده معاها في عالم غامض، أو إنه بينتهي بيه الحال ميت على أطراف الترعة من غير أي سبب واضح. في حكايات كمان بتحكي إن اللي يشوفها بوشها بيعيش طول حياته مرعوب أو يجن. وبيحكوا إن النداهة أصلاً كانت روح واحدة ماتت مظلومة، أو ماتت غرقانة في مكان محدش قدر ينقذها فيه. من ساعتها روحها بتدور على حد ياخد مكانها، ولو لقيت شخص تسمع صوته في الضلمة تسيبه وتمشي. عشان كده أهل القرى زمان كانوا دايماً يقولوا مهما سمعت صوت في الليل ما تردش ولا تمشي ورا حد، ده أبو راجل مسلوخة. أما أبو رجل مسلوخة فهو كائن مختلف تماماً عن النداهة، بس مش أقل منه في الرعب. دايماً كانوا الأمهات والآباء يقولوا للأطفال اسمعوا الكلام وروحوا ناموا بدري، وإلا هيجيلكم أبو راجل مسلوخة. القصة بتقول إن أبو راجل مسلوخة كائن غريب جداً، شكله محدش يقدر ينساه. عنده راجل واحدة بس، والراجل دي مسلوخة، يعني الجلد اللي عليها مش موجود، وعضلاتها حمرة وواضحة جداً، حاجة تقرف وتخوف في نفس الوقت. بيقال إنه بيتسلل بالليل في الأماكن اللي فيها أطفال مش بيسمعوا كلام أهاليهم، أو اللي بيحبوا يسهروا ويلعبوا في الضلمة. دايماً كان يوصفوه إنه بيحب يخطف الأطفال اللي عنده، ياخدهم لمكان محدش يعرفه ويخليهم يعيشوا هناك من غير أكل أو لعب. القصة دي كانت وسيلة تخويف زمان، لكن كانت بتأثر جدا في الأطفال، لدرجة إن في أطفال كانوا يبقوا مرعوبين حتى لو شافوا حاجة بسيطة زي خيال أو صوت غريب في الضلمة. ورغم إن القصة كانت تخويف أكتر منها حقيقة، إلا إنها بقت جزء من التراث الشعبي اللي عاش وفضل يتنقل بين الأجيال. أمنا الغولة زمان لما الأطفال كانوا يسمعوا اسم أمنا الغولة قلبهم كان بيقع في رجليهم. أمنا الغولة دي وحشية بجد، مش مجرد حكاية تخوف. بيحكوا إنها ست ضخمة، شعرها منفوش وعيونها حمرة، ولها أسنان طويلة زي الوحوش، عايشة في الغابات والكهوف البعيدة، وبتظهر في الليل لما الكل يكون نايم. كانوا يقولوا إن أمنا الغولة بتخطف الأطفال اللي مش بيسمعوا كلام أهليهم أو اللي يخرجوا لوحدهم في الضلمة، وكانت مشهورة إنها ما بترحمش، اللي توقعوا في إيديها عمره ما يهرب. بيحكوا كمان إن عندها قدرة تتحول لأي شكل، ممكن تبان ست طيبة أو حتى قطة صغيرة عشان تخدع الناس وتوقعهم في شباكها. في حكاية معروفة عن راجل شجاع قرر يواجهها عشان يخلص قريته من شرها. أمنا الغولة حاولت تخدعه، لكن هو كان ذكي. لما هجم عليها اكتشف إن نقطة ضعفها في عيونها، وإنها بتفقد قوتها لو حد قدر يعميها. ومن يومها
أمنا الغولة بقت رمز للخوف، لكن كمان رمز للشجاعة لما حد يقدر يقف في وش الظلم. عروس النيل. أما عروس النيل فدي حكاية مختلفة تماماً، مش عن الخوف لكن عن التضحية. بيحكوا زمان إن النيل كان هو سر الحياة في مصر، وكل الخير اللي يجي من الزراعة كان معتمد على فيضانه. لكن لما النيل كان يتأخر في فيضانه، الناس كانت بتعتقد إن الإلهة اللي مسؤولة عن النيل زعلانة ولازم يقدموا لها هدية عشان ترضي عنها. الهدية دي كانت عروس النيل. كانوا يختاروا أجمل بنت في القرية ويزينوها بالذهب والحرير، وبعد كده يركبوها مراكب صغيرة ويلقوها في النيل كقربان للإلهة. البنت كانت بتتحول في خيالهم لعروس للنيل، ويرجع الفيض بالخيرات بعدها. الحكاية دي بقت جزء من التراث، رغم إن العلماء بيقولوا إنها مجرد أسطورة ومفيش دليل حقيقي إنها حصلت. لكن تخيل قد إيه كانت الفكرة دي مؤثرة في عقول الناس زمان. إزاي كانوا مستعدين يضحوا بحياة شخص عشان يحافظوا على حياة الآلاف. السعلوة من أكتر الحكايات الغريبة والمخيفة اللي الناس زمان كانوا يحكوها. بيقولوا إن السعلوة مخلوق نصفه إنسان ونصفه حيوان، شكلها متحول ومخيف. شعرها طويل ومتلخبط، وأسنانها حادة زي السكاكين، ولها مخالب زي مخالب الوحوش. جسمها أحياناً زي الإنسان وأحياناً زي الذئب أو الأسد، كأنها مخلوق خرج من الكوابيس. الحكايات عنها كانت دايماً مرتبطة بالليل، خاصة في الأماكن الصحراوية أو البراري البعيدة. السعلوة مش بس متوحشة، لكنها كمان ذكية جداً وبتستخدم دهائها للإيقاع بضحاياها. كانوا يقولوا إنها تقدر تتكلم زي البشر عشان تخدع اللي يقرب منها، تحكي له قصص أو تمثل إنها محتاجة مساعدة، ولما حد يطمئن ليها تنقض عليه وتهاجمه. في حكايات بتحكي إنها كانت بشرية في الأصل، لكن اتحولت بسبب لعنة أو لإنها ارتكبت خطيئة كبيرة. وفي ناس كانوا يصدقوا إنهم ممكن يتجنبوا شرها لو قرأوا أدعية أو شالوا معاهم رموز حماية. الغولة والكنز الملعون في وسط الصحاري الواسعة والأماكن المهجورة. في حكايات عن كنوز قديمة، ذهب ومجوهرات وأسرار بتخطف العقول. لكن المشكلة مش في العثور على الكنز، المشكلة في الغولة اللي بتحرسه. الغولة دي مش زي أي غولة عادية، لأنها مرتبطة بالكنز. بيقولوا إنها مرهونة بمكانه، مسحورة إنها تفضل تحرسه وما تسمحش لأي حد ياخده. شكلها مرعب جدا، جسمها ضخم وعينيها زي النار، ما تقدرش تبص فيها أكتر من لحظة من شدة الخوف. بيحكوا كمان إنها تعرف مين اللي يقرب من الكنز حتى لو كان على بعد أميال. في حكاية مشهورة عن راعي غنم شاف نور بعيد في الصحراء. لما قرب لقى كهف مظلم فيه صندوق ذهب كبير. أول ما حاول يلمس الصندوق ظهرت الغولة وعينيها كانت بتبرق زي الجمر. الراعي حاول يهرب، لكن الغولة لحقت بيه، وقبل ما تهجم عليه سمع صوت يناديه يقول له: اقرأ اسم الله. أول ما قالها الغولة اختفت في الهواء. بيقال إن الكنز اللي تحرسه الغولة دايما ملعون، اللي ياخده بيمرض أو يتعرض للمصايب. عشان كده الناس كانوا يقولوا مش كل كنز يستاهل المغامرة. أبو زيد الهلالي هو واحد من أشهر الأبطال في السيرة الشعبية العربية، وكان فارساً مغواراً شجاعاً وذو حكمة ومهارة قتالية لا مثيل لها. سمعنا عنه في كتير من الحكايات اللي بتتنقلها الأجيال، وكان بيمثل رمز للفروسية والشجاعة. بيقولوا إنه كان من أهل بني هلال، وكان له مكانة كبيرة في الصحراء، وكان معروفاً في الحروب والمعارك اللي خاضها ضد الأعداء. أبو زيد ما كانش بس مقاتل، لكن كمان كان قائد حكيم، وكان دايماً يتحلى بالعدل ويمتلك قلب طيب رغم قسوته في المعركة. حكاياته اتنقلت من جيل لجيل وتحولت إلى قصص شعبية، وهو دايماً يظهر فيها كمثال للبطل الذي لا يقهر. كانت معاركه مليانة بالحيل والشجاعة، وكان دايماً بيكسب
لدرجة إن الناس كانوا يتخيلوا إن في نوع من السحر والتعويذات اللي بتساعده على الفوز. وكان له أعداء أقوياء مثل عليوة وسليمان، لكن دايماً كان ينجح في التغلب عليهم بذكائه وشجاعته. واحدة من أشهر الحكايات عنه هي إنه لما تعرض لمؤامرة من الأعداء وراحوا يطاردوه في الصحراء، استخدم عقله في الهروب ونجح في تكوين جيش من البدو وقادهم للانتصار عليهم. ودي الحكاية اللي كان لها تأثير كبير في الأدب الشعبي العربي، ليظهر أبو زيد الهلالي كرمز للمثابرة والعدالة. الأخطبوط السحري في البحر الأحمر. في البحر الأحمر اللي كان دايماً مصدر أساطير وحكايات عن المخلوقات البحرية الغريبة، كان في قصة مشهورة عن الأخطبوط السحري. بيقال إنه كان كائن ضخم جداً، طوله كيلومترات، وأذرعه كانت تمتد لمسافات رهيبة تحت الماء. لكن مش بس كده، كان عنده قدرة غريبة إنه يبتلع السفن بالكامل. الحكاية بتقول إن السفن اللي كانت بتبحر في البحر الأحمر، سواء كانت تجارية أو سياحية، كان البعض منها بيختفي فجأة في ظروف غامضة. وبيعتقد الناس إن السبب هو الأخطبوط السحري. بيقولوا إنه كان يخرج من قاع البحر بشكل مفاجئ، ويستخدم أذرعه العملاقة لتطويق السفينة وسحبها تحت الماء ويمحو أي أثر لها. لكن مش كل الناس كانت بتصدق الحكاية دي، لحد ما في يوم من الأيام سفينة كبيرة كانت متجهة من جدة إلى السويس اختفت بطريقة غريبة. وفي اليوم اللي بعدها شافوا بعض الصيادين الكائن العملاق وهو يطفو على سطح البحر بعد ما ابتلع السفينة بالكامل. الناس في القرى اللي على الساحل كانوا يحذرون البحارة من البحر في الأيام اللي يتوقعون فيها الرياح العاتية، وكانوا دايماً بيحكوا عن الأخطبوط السحري عشان يخيفوا الأطفال والبحارة. كانوا بيقولوا إن البحر مش دايماً آمن، وإنك لو تجرأت على تجاوز حدوده هتواجه كائنات زي الأخطبوط السحري اللي مش هترحمك. الزئبق الأحمر في المقابر. الزئبق الأحمر هو واحدة من أكتر الأساطير والغموض اللي انتشرت في الحكايات الشعبية المصرية. بيقولوا إنه مادة نادرة وغامضة لونها زي الأحمر اللامع، وكانوا يعتقدون إنها تمتلك قدرات سحرية قوية، منها إنها تفتح الأبواب المغلقة، سواء كانت أبواب مقابر قديمة أو غرف سرية في المعابد الفرعونية. الحكاية بتبدأ مع بعض منقبي الآثار اللي كانوا بيبحثوا عن كنوز في المقابر الفرعونية. في يوم من الأيام اكتشفوا علبة صغيرة مليانة بالزئبق الأحمر في أحد المقابر المهجورة، لكن بمجرد ما لمسوا المادة دي بدأ كل شيء من حولهم يتغير. الأبواب المغلقة للمقبرة فتحت فجأة وكأنها كانت في انتظار هذه اللحظة. اللي اكتشفوا الزئبق الأحمر كانوا مش بس مفتونين، لكنهم كانوا مرعوبين في نفس الوقت. البعض بيقول إن المادة دي كان ليها قدرة على تحريك الأشياء الثقيلة وفتح الغرف المغلقة بكل سهولة، لكن الغريب إنه بعد ما استخدموها لفتح الأبواب بدأ الحظ يبتعد عنهم، وكل واحد منهم كان يواجه كارثة في حياته. البعض مات في ظروف غامضة، والبعض الآخر اختفى تماماً. من وقتها انتشرت الشائعات بين الأهالي إن الزئبق الأحمر ليه علاقة بقوة خارقة، وإن استخدامه مش بس ممكن يفتح الأبواب المغلقة، لكنه كمان ممكن يفتح أبواب لعوالم أخرى مليئة بالأسرار المخيفة. جبل المقطم المسحور، جبل المقطم اللي بيطل على القاهرة، مش بس مشهور بمعالمه الطبيعية والتاريخية، لكن كمان كان ليه نصيب من الأساطير الغامضة. يقال إنه جبل مسحور مليء بالأسرار والأحداث اللي محدش قدر يفسرها لحد دلوقتي. في القديم كان الناس يتجنبون الجبل في بعض الأوقات، خاصة في الليل، لأنهم كانوا يسمعون أصوات غريبة زي همسات أو أصوات خطوات غريبة على الصخور. البعض بيقول إن صخور الجبل بتحتفظ بأسرار قديمة من العصور الفرعونية، وإن هناك حراس غامضين بيعيشون داخل الجبل لحمايته. في إحدى الحكايات القديمة بيقال إن مجموعة من المغامرين قرروا استكشاف الجبل واكتشاف أسراره، لكن مع مرور الوقت بدأوا بيشعرون بإنهم مش لوحدهم. كانوا يسمعون أصواتاً تأتي من داخل الجبل،
وبمجرد ما يقتربوا من أحد الصخور كانت تختفي فجأة وكأنها تعود لمكانها الطبيعي. وبعض الناس كانوا بيحكوا عن بوابة سحرية في الجبل لو قدرت تفتحها هتدخل لعالم آخر، لكن محدش قدر يثبت الحكاية دي لأن كل من حاول اكتشافها اختفى أو عانى من حوادث غريبة. يقال إن هناك من حاولوا استخدام السحر لتفكيك أسرار الجبل، لكنهم عادوا بخوف ودموع وما قالوش أي شيء عما شاهدوه. وفي النهاية بقي جبل المقطم محاطاً بكل تلك الأسرار المجهولة، وفضلت الحكايات ترويها الأجيال. يمر الزمن وتظل الغموض يحيط به. دي كانت أول محطة في سلسلة أشهر أساطير العالم، لكن الطريق قدامنا طويل ومليان مغامرات وألغاز أقوى بكتير. لو الحلقة عجبتك متنساش تدوس على لايك وتكتب لنا في التعليقات رأيك. إيه أكتر أسطورة عايزنا نحكي عنها في الحلقات الجاية؟ اشترك في القناة عشان ما تفوتش أي حلقة، واستعد معانا لأن اللي جاي أغرب وأخطر بكتير مما تتخيل. شكراً لمتابعتكم واستنونا في الحكاية الجاية لو جرأت. في قرية نائية يتداول السكان حكاية غامضة. النداهة شخصية أسطورية تنادي في الليل المظلم. يزعم البعض أنها تحرس كنوزاً مدفونة بعمق الأرض، آخرون يدعون أنها تحذر من الأخطار القادمة. يحكي القرويون عن أصوات غريبة تسمع ليلاً. البعض يرى ضوءاً خافتاً يلوح بين الأشجار، ويؤكدون أن من يلبي النداء لا يعود أبداً. تظل القصة ترعب الأجيال وتثري خيال الأطفال. يصعب على الباحثين تحديد مصدر الحكاية، لكن تأثيرها لا يزال قوياً في المجتمع. الأسطورة تلقى اهتمام الباحثين في الأنثروبولوجيا. رغم غموضها تجذب محبي القصص الخيالية دائماً. الجميع يضيف إليها تفاصيل جديدة كل عام. النداهة رمز للغرابة والفضول المتجدد. هي جسر بين الحقيقة والخيال يجذب الفضوليين. هل ستبقى لغزاً يحير العقول أم ستكشف أسرارها يوماً؟ النداهة هي شخصية أسطورية في الفولكلور المصري. يقال إن النداهة تظهر في القرى المصرية الليلية. تجذب النداهة الناس بصوتها الناعم والعذب. يعتقد الكثيرون أن النداهة تخرج من المستنقعات والحقول. النداهة تنادي على الأفراد بأسمائهم بصوت مألوف. عندما يستجيب الشخص لنداء النداهة يختفي. البعض يقول إن النداهة تأخذهم إلى عالم غامض. تعتبر النداهة جزءاً من التراث الشفهي للأرياف. تحذر الأمثال الشعبية من الاستماع لنداء النداهة. تحكي القصص عن ضحايا النداهة بحثاً عنهم بلا جدوى. ترمز النداهة إلى المجهول والخوف من المفقود. التفسيرات تشير إلى الخوف من الليل والمكان المجهول. النداهة تبقى جزءاً من الذاكرة الجماعية للمجتمع. تظهر حكايات النداهة في الأعمال الأدبية والسينمائية. يبقى للنداهة مكانة خاصة في الخيال الشعبي المصري. تشكل النداهة جزءاً مهماً من جمال الفولكلور المصري. النداهة كائن خرافي مشهور في الثقافة الشعبية المصرية. تظهر في القرى والمناطق الريفية وغالباً في الليل. تتخذ شكل امرأة جميلة بصوت ناعم وعذب للغاية. تقوم بالنداء على الأشخاص خاصة الرجال لجذبهم إليها. عند اقتراب الضحية تختفي النداهة بشكل مفاجئ. تعرف النداهة بقدرتها على التجسد بأشكال متعددة. تلعب على عواطف ورغبات الناس لإغرائهم. العديد من القصص والروايات تستند إلى مواجهات معها. في ليالي ألف ليلة يتم ذكر مخلوقات مماثلة. تعتبر النداهة تجسيداً لمخاوف الإنسان تجاه المجهول. تستخدم كعنصر تحذيري في حكايات الأمهات لأبنائهن. ارتباطها بالماء والبرك يعزز من غموضها.
تدخل في الأعمال الدرامية والأدبية كشخصية محورية. قصص الرعب غالباً ما تستلهم أفكاراً من أسطورة النداهة تلهم الكتاب لصنع حكايات مشوقة تعكس الأهوال البشرية. النداهة حكاية شعبية مصرية، قيل إنها امرأة تظهر في الأرياف، تغوي الناس بصوتها للالتحاق بها، يعتقد أنها سبب في اختفاء بعض الأشخاص، يعتبرها البعض تجسيداً لأرواح شريرة، بينما يصدق آخرون أنها مجرد أسطورة. هل هناك ارتباط بالاضطرابات النفسية والاجتماعية؟ قد تكون تفسيراً للضغوط المجتمعية والاقتصادية. غموضها أضاف هالة خاصة حولها. أدب الرعب استلهم من تلك القصص. النداهة كانت موضوعاً لأفلام ومسلسلات، لا يوجد دليل علمي يثبت وجودها. تناقضات القصص تعزز كونها خيالاً. الاندماج بين الواقع والخيال يغذي انتشارها. القصص تروى كوسيلة ترفيه وزجر، ربما ستظل لغزاً يحكى للأجيال القادمة. قصة النداهة تحكي عن أسطورة مصرية قديمة. النداهة حسب الأقاويل هي كائن خرافي يظهر في الليل وينادي الناس بأسمائهم. تتراوح القصص بين رؤية النداهة وسماع صوتها فقط. يقول البعض إنها تظهر في القرى الريفية النائية. كثيرون يعتقدون أن النداهة روح شريرة. يزعم أن النداهة تجذب ضحاياها إلى الماء. الشهادات المتداولة تزيد من رعب وانتشار الأسطورة. بعض الأقاويل تربط النداهة بقوى السحر، قصص أخرى تحكي عن وجود جن خلفها. الناس مختلفون حول حقيقة النداهة. العلم لا يقدم تفسيراً قاطعاً لهذه الظاهرة. بعض السكان يستعملون قصص النداهة لإخافة الأطفال. المؤمنون بالأسطورة يعبرون عن تجربتهم بالخوف الشديد. الشهادات المتداولة تسلط الضوء على تراث مصري غني. حقيقة النداهة قد تبقى مجهولة إلى الأبد. بأن النداهة مخلوق أسطوري في الثقافة الشعبية، يعتقد أنه يظهر ليلاً. غالباً ما توصف على أنها امرأة تحاول جذب الرجال من الأماكن المضاءة. ينصح البعض بتجاهل الأصوات الغريبة لتجنب التورط في خدعها. يمكن استخدام الملح كوسيلة وقائية، يعتقد أنه يطرد الأرواح الشريرة. يؤمن البعض أن حمل التمائم والحلية يبعد الأرواح المؤذية. رش الماء الممزوج بالملح حول المنزل يعتبر حماية ضد النداهة. ذكر الأدعية والآيات القرآنية، يعتقد أنه يقي من شرها. البقاء في الأماكن المكتظة بالناس يمنع خطر لقاء النداهة. الابتعاد عن المناطق المهجورة في الليل يعتبر خطوة احترازية. الاحتفاظ بمصابيح قوية والتحوط يمنع الخداع. تعليم الأطفال عدم الاستجابة لأصوات مجهولة يعد وقاية فعالة. إقناع النفس بأن النداهة مجرد أسطورة يقلل الخوف والقلق. المراقبة المستمرة للمحيط تتيح الكشف عن أي خطر محتمل. التعاون مع الجيران وتأمين المناطق العامة يحد من المخاطر. استخدام التكنولوجيا مثل كاميرات المراقبة يوفر أماناً إضافي. تبادل القصص الشعبية يساعد في نشر الوعي وطرق الوقاية. النداهة هي أسطورة شعبية عربية تغوي المسافرين بصوتها الساحر. تنوعت تمثيلات النداهة عبر الأدب والسينما، حيث ظهرت ككائن جميل وخطير. في الأدب استخدمت النداهة كرمز للتحذير من الاستسلام للإغراءات. بعض الروائيين أشاروا إلى النداهة كاستعارة للقرارات المدمرة في الحياة. تمثل النداهة أيضاً الخوف من المجهول والعواقب غير المعروفة. في السينما أضاف المبدعون لمسات جديدة على أسطورة النداهة. تعتبر أفلام عن النداهة مثيرة تدمج بين الغموض والرعب. المخرجون ركزوا على الجوانب النفسية لصوت النداهة وتأثيره المخيف. النداهة ألهمت المبدعين لاستكشاف القصص البشرية العميقة.
جذبت أسطورة النداهة اهتمام الجماهير لما تثيره من فضول ورهبة. في الختام تبقى النداهة رمزاً قوياً في الثقافة الشعبية، تواصل استكشاف أبعادها في الأعمال الفنية المختلفة، تسهم باستمرار في إلهام القصص والتراث الشعبي، تعزز الأسطورة من تفاعل الناس مع الفن والخرافات. النداهة ليست مجرد قصة، بل نافذة لعالم من الأحاسيس. ربما تكون النداهة أسطورة شعبية تنتشر عبر الأجيال، يشجع البعض على البحث في خفاياها القصة. هل النداهة تمثل رغبات مكبوتة في اللاوعي الجماعي؟ قد تكون النداهة طبيعة الإنسان لمقاومة تغيير النمط. يمكن أن ترمز النداهة لخوف البشر من المجهول، تنشر الحكايات المختلفة للفوز في معركة حقيقية. يعكس انتشار قصص النداهة قلق المجتمعات من المخاطر. هل النداهة صوت الحقيقة الذي يهتدي به البعض، أم أن النداهة مجرد صدى للقصص والروايات الخيالية؟ يمكن أن تكون النداهة نوع من أنواع التخدير الجماعي. تصبح النداهة رمزاً للبحث عن الحقيقة في الظلام، أو ربما هي مجرد قصة للنسيج الثقافي في المجتمعات. بغض النظر عن الحقيقة، النداهة تحفز الفضول لدى الكثيرين، تدعو الجميع للتفكير خارج الصندوق للوصول إلى الحقيقة. في النهاية تظل النداهة غامضة، مثيرة للتساؤلات والبحث المستمر. أمنا الغولة شخصية أسطورية في التراث العربي، تتميز بملامح شنيعة وأسلوب حياة غريب. تعكس الأسطورة خوف الإنسان من المجهول والظلام. كانت تروي الحكايات عنها لإخافة الأطفال. قيل إنها تأكل البشر وتشرب دماءهم، يخشاها الجميع وتعتبر رمزاً للرعب. تظهر الأسطورة في الثقافات الشعبية المختلفة، تروى القصص عنها بطرق مختلفة في البلدان العربية. ترمز أحياناً إلى الأم القاسية أو المعذبة. تشير الأسطورة إلى قيمة الحكمة القديمة في التحذيرات. تلعب دورا في تعليم الأطفال الأخلاق والحيطة. تربط الخرافة بين الطبيعة المخيفة والسلوك العدواني. يستخدم الرواة أمنا الغولة لإضفاء جو من التشويق. تعبر الأسطورة عن الصراع بين الخير والشر. ترسخ في الأذهان كبطل أسطوري مخيف. خصائصها الفريدة تجعلها جزءاً من الموروث الثقافي. أمنا الغولة هي شخصية أسطورية شهيرة في الفولكلور العربي. توصف أمنا الغولة بأنها امرأة بشعة ذات مظهر مرعب، لديها عيون ضخمة وشعر منفوش يجعلها تبدو أكثر رعباً. يقال إن لها سنان طويلة وحادة تثير الرعب في النفوس. تعتبر أمنا الغولة كائناً يأكل الأطفال الذين يخرجون ليلاً. انتشرت قصص أمنا الغولة بين الأجيال لتخويف الأطفال. الأمهات يستخدمن قصصها لتحذير أبنائهن من الخروج بالليل. الأهالي يروون هذه القصص لمنح الأطفال شعوراً بالأمان. بجانب تأثيرها الملفت، تعكس القصص قيماً اجتماعية تحذيرية. أمنا الغولة تعد جزءاً من التراث الثقافي العربي القديم. كانت تحكي القصص عنها خاصة في القرى والمجتمعات الريفية. قصص أمنا الغولة تعد من وسائل الترفيه الشعبي قديماً. تروى الأسطورة بقصد تعزيز الانتماء العائلي وحماية الأطفال. بالرغم من التطور، تظل القصص جزءاً من الثقافات الشعبية. أمنا الغولة أسطورة خيالية ضمن التراث الشعبي المصري. تحكى قصة أمنا الغولة للأطفال لتخويفهم وردعهم عن السلوكيات السيئة، لكن لها جذور ليست حصرية على مصر، بل ممتدة في ثقافات عدة. انتشرت قصص الغيلان في الحضارات القديمة كالفرعونية واليونانية. الغيلان كائنات شريرة تتصف بالقوة والسحر وتغيير الشكل. في التراث العربي تروي قصصاً مشابهة عن الغيلان كائنات صحراوية. تعتبر الغيلان جزءاً من الجنيات والشياطين المعتادة في القصص العربية. تلتقي الأساطير المصرية والعربية ضمن خصائص الخوف والترهيب في القصص. للغيلان وظيفة تربوية
النبوية في التحذير من المخاطرة والفضول. تعتبر أمنا الغولة جزءاً من ثقافة شفوية تنقل عبر الأجيال. تتشابه القصص حول العالم في بناء شخصية شريرة ترمز للغموض والخوف. بالتالي أمنا الغولة ليست حصرية لمصر، بل ظاهرة ثقافية مشتركة. الأساطير تعكس مخاوف البشر وتعزز الأخلاق المجتمعية العامة. الأمهات استخدمن الغولة لتخويف الأطفال للابتعاد عن المخاطر. كانت الغولة وسيلة تقليدية للتأديب والسيطرة على الأطفال. يعتقد البعض أن الغولة كانت تحذيراً من مخاطر الغابات. استخدمت أسطورة الغولة لترسيخ قيمة الطاعة في الصغار. البعض يقول أن الغولة رمز للمخاوف الداخلية للإنسان. تظهر الغولة في ثقافات متعددة بأشكال مختلفة. الغولة قد تمثل الوحوش الطبيعية التي كان يخشاها الأجداد. فيما يخص التحليل النفسي، يمكن اعتبار الغولة رمزاً للأم القاسية. تباينت الروايات حول شكل ووظيفة الغولة عبر العصور والمجتمعات. الغولة كانت تجربة مشتركة في القصص الشعبية العالمية. بعض النظريات تشير إلى تأثير الغولة في تطوير حس المسؤولية. التحذيرات في القصص ممكن أن تعكس الواقع الاجتماعي والسياسي. تمرير القصص كان هدفه تقوية الروابط الأسرية والمجتمعية. تشجع الأساطير الخيال وتوسع أفق التفكير لدى الأطفال. يمكن للأساطير تقوية الهوية الثقافية والشعور بالمجتمع. تظل الغولة جزءاً من التراث الغني للعديد من الشعوب. هل سمعت عن أمنا الغولة من قبل؟ ولو شفتها في يوم، هل تقدر تهرب؟